ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. على شوفوا بقى غدانا النهارده ايه؟ الجواب بيبان من علوانه. بصوا كده عندي بقى ايه، اللهم صل على النبي، هعمل كشري مصري بتاعنا. مقطعه بصل كده حوالي كيلو ونص بصل كده، مقطعاه جوليان زي ما انتم شايفين كده. عشان ايه؟ احنا بصل كتير شويه عشان احنا بنموت في حاجه اسمها بصل اهو كده، مقطعاه كده زي ما انتم شايفين. وعندي كيلو رز مصري، رز بلدي من بتاعنا ده غسلاه كده. وعندي نصين اتنين مكرونه وكيس شعريه والثوم فرماه والقوطه ضرباه في الخلاط واللهم صل على النبي والعدس غسلاه والحمص معلقه على النار اهو. حلوين دوم ازاي. عندي كده 3 4 معالق دقيق، انزل كده على نخلهم، انزل كده على البصل عشان يبقى مقرمش وحلو كده. وبصل برده وساعات بحط عليه برده نشا على حبه الدقيق نشا، لكن انتوا عارفين ان البصل قدم وبقى خفيف، ما هوش البصل مشخضر يعني عشان تخافي منه اهو كده. قلبه كده، حطيت عليه الدقيق واقلبه كده، وحاطه الزيت يقدح جامد. انزل كده بالبصل بقى كده، البصل حلو. اللهم صل على النبي. انت حبيت ايه؟ حطيت الزيت يقدح كده، حطيت الزيت يقدح، وحطيت كده فيه التومه ومعلقه تومه كبيره وحلوه كده، هحطها على الحمص. اعمل بقى الدقه في قلب الحمص مع بعض، مش هعمل الدقه بميه لوحدها، الدقه كده في قلب الحمص لوحدها تتحمر كده. وهنزل حطيت توم كبيره، وهنزل بص القطره كده 3 ليمونات، اللهم صل على النبي. واحط ملح. دي الدقه اللي بعملتها اللهم صل على النبي، اللي بعملها في قلب ميه الحمص. ما برميش ميه الحمص علشان ايه؟ بيبقى طعمها انتوا عارفين بيبقى حلو، بيبقى الحمص بدقته بحل. واحط كده حبه كمون، واحط كمان معلقتين 2 خل. تبقى كده الدقه بقى ايه؟ خلصت. والشطه حسب الرغبه وحسب الكميه بقى. اللهم صل على النبي. الشطه بحطها بقى لوحدها عشان انا عندي عيالي ما بيحبوش الشطه قوي. كده انا خلصت من الدقه بقلب الحمص كده في قلب بعضيهم. اشوح كده، احمر كده التومه، ما شاء الله عامله يعني راسين توم محترمين كده، علشان انتوا عارفين الكشري بيحب التوم، هو اسمه الكشري ابو دق. التومه احمرت كده، انزل عليها 3 4 معالق كده خل كده. وانزل اللهم صل على النبي بالقوط كده اهي. انا هسيبها تغلي. انتوا عارفين ان اللهم صل على النبي القوطه بتاعت الكشري ما بتتسبكش، بتغلي كده وبتبقى بين الخفيفه والتقيل. احط لها بقى الملح بتاعها حسب الكميه بقى اللي انت هتعمليها. واحط لها اللهم صل على النبي كمون، حبه كمون كده محترمين عشان الكشري بيحب الكمون. واحط فلفل اسمر، واحط توابل مشكله، واحط اللهم صل على النبي دي معلقه سكر كده تعدل الحموضه بتاعت القوط كده. الصلصه خلصت، مش هحط لها اي حاجه تاني خالص بقى اهي. الصلصه بتاعتي كده بس حلوه ازاي. هسيبها بقى تغلي بس كده، تغلي كام غلوه كده، وبعدين ابقى اوريها لكم على النار كده على النار. وافضي فيها العدس بجبه، افضيه كلته كده. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك
كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. العدس اهو حطيته كده ينسلق الاول بميه نظيفه كده، غسلته وبعدين حطيت له ميه مغليه. البصل قرب اهو كده، عملت الصلصه وحطيتها على عين، وعملت اللهم صل على النبي الحمص خلص خالص، وحطيت له دقته وحطه وخلص، والصلصه تعتبر خلصت، وحطيت العدس على العين الثانيه، وده بيتحمر اهو، البصل بيتحمر اهو، ال40 بتوع البوتاجاز شغالين اهو. حطيته اللهم صل على النبي على منديل، حطيت الرصه الاولانيه على منديل وشلتها بصوا كده، ورجعت حطيت الرصه الثانيه. بصوا البصل ولونه عامل ازاي، والله العظيم في الحقيقه احلى من لون الكاميرا اهو. حطيت الرصه الاولانيه على منديل والثانيه برده على منديل كده، مع انه هو ناشف اهو زي ما انتم شايفين كده، بس برده بواقي الزيت كده ما فيهوش زيت خالص. بصوا البصله هي عامله ازاي اهو كده. انا حمرت الزيت وجيت مكان تحمير البصل في قلب الزيت، حمرت كده كيس الشعريه زي ما انتم شايفينه كده، حتى العدس بيستوي اهو في ميته. انا اللهم صل على النبي ما برميش الميه بتاعت العدس ولا بصفيه، هنزل كده الشعريه، نزلت كده بالشعريه والعدس بيغلي، هنزل كده بالرز رخر كده. اللهم بالملح بقى، مش هحط له الا ملح ده، مش هحط له اي حاجه ثانيه، لا توابل ولا اي حاجه كده. الملح اهو كده. عامله العدس على اللهم صل على النبي المسمر ده، البصل اللي كان فايض من البصل اللي كان بواقي من مكان الزيت كده، بيبقى خلي طعم العدس حلو. والشعريه ده الشعريه على الرز على العدس الثلاثه على بعض كده، واغطي عليهم كده، واول ما يغلى ويجي يشرب كده هروح موصيه عليه. حتى الميه بتاعت المكرونه اهي، واما بتغلي كده هنزل كده اللهم صل على النبي بحبه ملح، عشان ما بتحطلهاش اي حاجه ثانيه غير الملح بس في المكرونه. وهنزل كده بالنص كيلو مكرونه ده، واكسر كده عليه النص قد كده رخر، اعمل لهم الاثنين على بعض، ما بسلوش ده لوحدها وده لوحدها. هي حلاوه كل حاجه اساسا ان هي بتبقى في الكشري بالذات، ان هي بتبقى على بعضيها، وحتى لما تيجي تغرفيه كله على بعضه كده بيبقى في الطعم انتوا عارفين بيبقى احلى. كسرها بقى كده، وده بقى اللهم صل على النبي اخر حاجه في الكشري. وكده الكشري ثواني خلص على ال4 عيون، ما خدش وقت، واكله حلوه، وكلنا بالاجمال بنحب الكشري. سلقت المكرونه اهي وصفيتها الاثنين على بعضها زي ما وريتكم كده، وسخنه كده، ما بحطش عليها زيت ولا اي حاجه، علشان ايه اللهم صل على النبي الزيت بيخليها تلمع كده وما تمسكش ببعضها، بس بتخليها بتلمع كده وكلها زيت وكده كده. بسم الله ما شاء الله، حبه رز يستاهلوا بقى. قولوا لي بقى ايه رايكم في الحبه الرز المفلفلين العسل دول؟ بصوا كده، رز 3 انواع على بعض بقى، مسكرين وعسل كده. الرز خلص رخر اهو، صلى على النبي. وكده بقى انا كده خلصت الكشري. بص الدقه بالحمص كله في قلب بعضه كده، والمكرونه اهي في الحله، والرز بحلته زي ما هو اهو، واللهم صل على النبي، والصلصه بتاعت الكشري والبصل كده. الكشري بتاعنا خلص، وده كان غدانا النهارده. انا مش هغرف بقى علشان لسه ما حدش جه من بره، هغرف لمين؟ محدش هياكل بقى دلوقتي، شويه كده وهيبقوا جايين. وده كان غدانا النهارده، واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر. اتفضلوا اتغدوا معانا، واشوفوا الشكر على خير، ومع السلامه.